ذلك لأن الصهيونية بدعاويها العنصرية وبمنطق التوسع بالبطش ليست إلا تكرارا هزيلا للفاشية والنازية، يثير الازدراء ولا يثير الخوف، ويبعث على الاحتقار أكثر مما يبعث على الكراهية. وما كنا لنستطيع شيئا وما كان أحد ليستطيع شيئا لو لم يكن هذا الشعب ولو لم تكن هذه الأمة. لقد كان الليل طويلا وثقيلا، ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر. وإني لأقول بغير ادعاء أن التاريخ سوف يسجل لهذه الأمة أن نكستها لم تكن سقوطا وإنما كانت كبوة عارضة، وأن حركتها لم تكن فورانا وإنما كانت ارتفاعا شاهقا. لقد أعطى شعبنا جهدا غير محدود. كان في استطاعة هذه القوات سنة 67 أن تحارب بنفس البسالة والصلابة التي تحارب بها اليوم، لو أن قيادتها العسكرية في ذلك الوقت لم تفقد أعصابها بعد ضربة الطيران التي حذر منها عبد الناصر، أو لو أن تلك القيادة لم تصدر بعد ذلك قرارا بالانسحاب العام من سيناء بدون علم عبد الناصر أيضا. إن هذه القوات لم تعطى الفرصة لتحارب دفاعا عن الوطن وعن شرفه وعن ترابه. لم يهزمها عدوها، ولكن أرهقتها الظروف التي لم تعطها الفرصة لتقاتل. ولقد شاركت مع جمال عبد الناصر في عملية إعادة بناء القوات المسلحة، ثم شاءت لي الأقدار أن أتحمل مسؤولية استكمال البناء ومسؤولية القيادة العليا له. كنت أعرف جوهر قواتنا المسلحة، ولم يكن حديثي عنها رجما بالغيب ولا تكهنا. لقد خرجت من صفوف هذه القوات المسلحة وعشت بنفسي تقاليدها، وتشرفت بالخدمة في صفوفها وتحت ألويتها. إن سجل هذه القوات كان باهرا، ولكن أعداءنا الاستعمار القديم والجديد والصهيونية العالمية ركزت ضد هذا السجل تركيزا مخيفا، لأنها أرادت أن تشكك الأمة في درعها وفي سيفها. لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ. وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآماله. نعم، سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام
ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. ولست أعرف كيف كان لديفيد بن غوريون أن يفكر لو أنه كان في مركز القيادة في إسرائيل اليوم. هل كان في استطاعته أن يفهم طبيعة التاريخ، أو أنه كان سيظل كما نرى قيادة إسرائيل اليوم في موقف معاد للتاريخ؟ إن السلام لا يفرض، وسلام الأمر الواقع لا يقوم ولا يدوم. السلام بالعدل وحده، والسلام ليس بالإرهاب مهما أمعن في الطغيان، ومهما زين له غرور القوة أو حماقة القوة. ذلك الغرور وتلك الحماقة اللتين تمادى فيهما عدونا ليس فقط خلال السنوات الست الأخيرة، بل خلال السنوات 25 أي منذ قامت الدولة الصهيونية باغتصاب فلسطين. ولقد نسأل قادة إسرائيل اليوم أين ذهبت نظرية الأمن الإسرائيلي التي حاولوا إقامتها بالعنف تارة وبالجبروت تارة أخرى طوال 25 سنة؟ لقد انكسرت وتحطمت. قوتنا العسكرية تتحدى اليوم قوتهم العسكرية. وها هم في حرب طويلة ممتدة، وهم أمام استنزاف نستطيع نحن أن نتحمله بأكثر وأوفر مما يستطيعون. وها هم عمقهم معرض إذا تصوروا أن في استطاعتهم تخويفنا بتهديد العمق العربي. وربما أضيف لكي يسمعوا في إسرائيل إننا لسنا دعاة إبادة كما يزعمون، إننا لسنا دعاة إبادة كما يزعمون. إن صواريخنا المصرية عابرة سيناء من طراز ظافر موجودة الآن على قواعدها. صواريخنا المصرية العربية عابرة سيناء من طراز ظافر موجودة الآن على قواعدها، مستعدة للانطلاق بإشارة واحدة إلى أعماق الأعماق في إسرائيل. ولقد كان في وسعنا منذ الدقيقة الأولى للمعركة أن نعطي الإشارة ونصدر الأمر، خصوصا وأن الخيلاء والكبرياء الفارغة أوهمتهم بأكثر مما يقدرون على تحمل تبعات. لكننا ندرك مسؤولية استعمال أنواع معينة من السلاح، ونرد أنفسنا بأنفسنا، نرد أنفسنا بأنفسنا عنها، وإن كان عليهم أن يتذكروا ما قلته يوما وما زلت أقوله: العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق.